او نحن موجودين على الارض واخذين كامل تدابيرنا لهالامور هي، ولا سمح الله صار ضرب صار شيء نحن جاهزين لهالامور هي. آلية عمل عم نشتغل عليها ضمن هالاراضي هي اللي موجودة على خطوط الجبهة. عم نجهز وضعنا لا سمح الله اذا صار اي تدخل خارجي هالاراضي هي. اخذين جميع التدابير، في عندنا حفر فرديه، في عندنا انفاق داخل المنازل داخل البيوت. نحن يكون عندنا اخذين كل التدابير والاحتياطات ومستعدين لاي مواجهه ان كانت. حياتنا صارت بخطر من للاسف الشديد من بلش أردوغان يهدد المنطقة ويهدد منطقة منبج ويهدد المناطق اللي مسيطرة عليها قوات سوريا الديمقراطية. صرنا نخاف بخوف ورعب من هالشيء هذا اللي عم تصير، والأحداث اللي عم تصير، القصف المستمر من قبل القوات التركية والنظام التركي على الأراضي على مناطقنا وقرانا. هذا يسبب الخوف والقلق، واخذنا التدابير وعم نقوم باخذ التدابير والاحتياطات اللازمه لهالشيء هذا. والملاجئ اللي عم نحفرها هي توقينا القصف العشوائي اللي يقوم به أردوغان واتباعه، يوقينا ويأمننا الحمايه المؤقته. وهذا شيء كويس يعني، لأن نحن كمواطنين كفلاحين كمزارعين موجودين بالقرى الجبهة، هذا يخلينا يكون بحماية أكثر من أي شيء، ولا لأي إنسان كان يحاول يمس هاي الأراضي. عم نشوف بالوضع الراهن أن قوات أو النظام التركي نشر جبهة النصرة أو أحرار الشام، أو هن نفسهم لعملة واحدة، وجهين لعملة واحدة، نشرهم على الشمال السوري. هي هون الملجأ حاليا اللي أنا بلشت فيه، وعم بأحسن أحفر مشان الوقاية والحماية لأسرتي ولإلي ولعائلتي يعني. هذا الملجأ حاليا غمقه 4 أمتار، وبدنا ندخل فيه نسوي كملجأ يحسن نتخبى جواته يعني.